في لحظة مش مفهومة لما تبقى البنت لابسة لبس ملفت بس واقفة بكل ثقة وبتقول أنا حرة والجسم جسمي ومحدش له دعوة. ساعتها الجملة دي بتعدي على ودنك كأنها عادية، بس يا صديقي لو انت وقفت بس لحظة وفكرت وتقول لنفسك مين اللي علمها ان ده اسمه حرية، ومين اللي علمها ان الستر بقى تخلف والعري بقى تطور. الموضوع مش لبس وبس، دي معركة على عقلك بدأت من زمان، معركة اسمها ازاي نطفي نور الفطرة ونقنعك انك حرة وانتي بتتسحبي برفق ناحية العبودية. مش بلومك، انا بس بسألك انتي فعلا اخترتي ولا حد اختار لك من بدري؟ هات مخك وتعالى. علشان نعرف اساس الموضوع ده من الجذور تعالى نرجع بالزمن شوية لسنة 1603. الغرب نفسه كان محتشم والعرب كذلك. ناس كتير تفتكر ان التحرر جاء من الغرب وان احنا مجرد مقلدين، لكن دي كذبة كبيرة. احنا مش مقلدين، احنا اتبث فينا السم. قبل الثورة الفرنسية كان المجتمع الاوروبي بيشوف المرأة المحتشمة رمز للشرف. المرأة الأوروبية ما كانتش تخرج من بيتها من غير غطاء الرأس. حتى ملكات أوروبا وقتها كانوا بيرتدوا ملابس محتشمة تماما. اللبس الفاضح ما كانش تطور طبيعي عندهم، ده حصل بعد موجة فكرية مقصودة بدأها مخططين عايزين يكسروا الدين والحياء مع بعض. وهنا الصدمة، الغرب نفسه اتخلع بالقوة مش بالاختيار. في القرن ال18 وال19 كانت المحافل الماسونية بتخطط علنا لهدم كل القيم الدينية. وده مش كلامي ولا كلام الصحف اللي بتحب تروج للكلام الخايب، دي رسالة شهيرة للماسوني ألبرت بايك القائد الأعلى للطقس الاسكتلندي. كتب فيها علينا أن نكسر القيود الثلاثة: الدين، الأسرة، والحياء، فحينها فقط يمكن للعقل أن يصبح حرا وتصبح المرأة أداة لا غاية. الجملة دي يا صديقي مش فلسفة، دي خطة كاملة. قالوا نصا نحول المرأة من أم وبنت وأخت إلى جسد قابل للاستهلاك. طب فكر فيها كده يا صديقي، لما تبقى الست وسيلة لهدم الأخلاق يبقى العدو عايز منها إيه؟ يبقى البيت هيتضرب منين؟ وبالفعل عملوا خطة مدروسة لنشر الفتنة في أوروبا، ممكن نتكلم عنها في فيديو مفصل، لكن خلينا دلوقتي في ازاي هم دخلوا الفتنة دي في قلب العرب. هنا بقى نوصل لواحد اسمه قاسم أمين. الناس فاكرة انه هو كان مفكر، لكن لما ترجع لمذكراته ولسياق نشأته تلاقي حاجات تخلي مخك يلف. درس في باريس وتربى وسط أفكار ماسونية، كان مقرب من محمد عبده اللي كان عضو رسمي في المحفل الماسوني المصري. أول كتبه عن المرأة كان بعنوان تحرير المرأة، لكن لما تعرض الكتاب على الشيخ رشيد رضا قال عنه الكتاب لا يشبه صاحبه ويدعو إلى ما يخالف الشريعة. ده مش كلام عادي، ده دليل إن قاسم ما كتبش اللي كتبه من نفسه، بل بإملاء من دوائر فكرية غريبة. والدليل الإنجليز نفسهم دعموا الكتب بتاعته بشكل غريب، وتم توزيع الكتب بتاعته مجانا وقت الاحتلال. تخيل، كانوا بياخدوا الكتب دي ويروحوا لبيت بيت عشان يوزعوا كتب وكمان مجانا. هل ده كان صدفة؟ الاستعمار ساعتها احتل الأرض، بس كان بدأ يحتل العقل. في وثيقة في محفل الشرق الأعظم في فرنسا اتنشرت سنة 1922 مكتوب فيها: إذا أردنا أن نضرب الإسلام فلنبدأ بالمرأة، نكشف جسدها ثم نكشف عقلها ثم نجعلها ترفض بيتها، حينها سينهار الرجل
وتنهار الأمة. دي مش نظرية مؤامرة، دي وثائق منشورة ومحفوظة بقالها سنين. الماسوني ألبرت بايك، واحد من كبار قادة المحافل، كتب في الكتب بتاعته: يجب تدمير العقائد أولا، ثم تدمير الحياء، ليصبح الإنسان آلة تتتبع أهواءها لا أوامر ربها. دي مش جملة عادية، دي وصف دقيق للخطة اللي اتنفذت علينا. بدأوا في ضرب الحياء، وخصوصا عند المرأة، لأن المرأة هي المدرسة الحقيقية للأجيال. وده يفسر كل اللي حصل بعد كده، من قاسم أمين لهدى شعراوي لسينما 1940 لدراما 2025. طب احنا ليه استجبنا بسرعة؟ العدو ما كانش غبي، ما دخلش من الباب، دخل من الشباك. ربى جيل من الأمهات على ان البنت لازم تكون منفتحة. صدر فكرة ان البنت اللي تلبس واسع تبقى معقدة. بدأ يحط نموذج البنت المتبرجة على إنها القوية المثقفة الجذابة والناجحة، في حين كانت المحجبات في الدراما مجرد خدامة فقيرة غبية مغلوبة على أمرها. زي اللي بيحصل دلوقتي، ناس كتير بتقول محمد رمضان نموذج للنجاح، يصدر لك إن ده فن، وهو في الأصل بيعكس لك أثر جواك إن البلطجة هي اللي بتمشي في الزمن ده، ولازم تكون عفيجي. ده مش إعلام، ده غسيل عقل. كل ده ما كانش عشوائي، ولا بدأ من بنت قررت تلبس ضيق، ولا من موضة صدفة. ده بدأ من عقل بيخطط لهدم الأمة من أضعف نقطة فيها، اللي هي حياء البنت. وبعد ما خططوا للفتنة على الورق وبدأوا ينفذوها بكتب مدسوسة زي قاسم أمين، كان لازم الفتنة تدخل كل بيت، مش عن طريق الجيوش لكن عن طريق الوعي الملوث. الخطة كانت ما تهاجمش الدين بشكل مباشر، بس امسح أثره من جوه الناس. وهنا تبدأ مرحلة الهندسة النفسية. العدو كان فاهم جدا ان البنت مش بتتربى من الشارع، البنت بتتشكل من عين أمها، من رد فعلها، من طريقتها في اللبس والكلام. عشان كده بدأوا بإعادة برمجة الأم نفسها عن طريق مجلات المرأة في الستينات والسبعينات. أفلام الأبيض والأسود كانت بتعرض البنت المتحررة على إنها رمز الجمال. مين قال إن اللي تكشف أكتر تبقى أقوى؟ ومين ربط اللبس الضيق وبين الذكاء والنجاح؟ ده غسيل عقل مش حرية. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. لكن الميديا عكست الآية، اللي تستحي تبقى مكبوتة، واللي تضحك بصوت عالي وتلبس ضيق وتتكلم بجرأة تبقى كول. كأنك في مسرحية مكتوبة من زمان. كلام الماسونية يفضح اللي حصل حرفيا. في كتاب ماسوني قديم اسمه الإنسان الجديد من طباعة محفل شرق باريس، مكتوب فيه: حين نحكم المرأة نحكم البيت، وحين نحكم البيت نحكم المجتمع. غير مفاهيمها ولن تحتاج إلى حرب، ستفعل هي الباقي بنفسها. هنا نقف لحظة. تخيل ان اللي حصل في 60 سنة كان مكتوب من أكتر من 100 سنة بالحرف. دي مش صدفة، دي خطة تنفيذها كان على مراحل. شوفوا الإعلانات والسوشيال ميديا والدراما وحتى الشارع، كلهم ماشيين ورا رسالة واحدة. اللي حصل في وعينا مش تبديل أفكار، ده تحطيم مرجعية. لكن هنا بقى يا صديقي لازم الرجالة تصحى. شخص واحد ممكن يوقف السقوط ده، وهو الراجل، سواء الأب أو الأخ أو الزوج. لكن للأسف العدو ما نساش النقطة دي، وبدأ يشتغل عليها من بدري قوي. وكان هدفه ساعتها يخلي الراجل مجرد محفظة مش قائد. الرجولة دلوقتي اتحولت ل ATM. الإعلام بدأ يصور الرجولة على إنه يصرف بس. كل شخصية راجل متدين في الدراما بيساوي معقد،
متسلط متخلف. وكل راجل بيسيب مراته وبنته تلبس اي حاجة بيساوي راجل راقي وحر. وهنا لحظة الصدمة، الناس بدأت تخجل من التدين وتفتخر بالتهاون. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني انت قدام ربنا مسؤول. اللي بتسمعني دلوقتي، انت زوج مسؤول من اهل بيتك، او اخ مسؤول برضو من اهل بيتك، او اب برضو انت مسؤول من اهل بيتك. ربنا قال: قوا انفسكم واهليكم نارا. يعني مش بس تصلي وتصوم، انت مسؤول عن البيت كله واهلك كلهم. لو بنتك او اختك او مراتك طلعت من البيت بشكل يفتن الناس والشارع كله بيبص لها، ذنبهم ده على مين؟ عليها بس ولا على اللي شاف وسكت وساب؟ الردع مش قسوة، الردع هو الرحمة. الناس دلوقتي بتفهم ان اي تدخل من الاب بيساوي عنف. الردع مش معناه انك تضرب وتصرخ، الردع بيساوي تقف وقفة راجل حكيم، تفاهم وتوعية وحزم واحتواء. وده كله من السنة النبوية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أراهما. وبعدين قال: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. الحديث ده لازم نقف عنده وقفة يا جماعة. يا أختي، يا أب، يا أخ، يا زوج، ركزوا معايا. تعالوا نفسر الحديث ده نقطة نقطة، لأن كل كلمة فيه وراها رسالة خطيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أراهما. يعني دول هيظهروا في آخر الزمان. النوع الأول قال عنه نساء كاسيات عاريات. طيب ازاي كاسيات وفي نفس الوقت عاريات؟ يعني لابسة هدوم بس مش سترة، لبس ضيق او شفاف او قصير يغري اكتر ما يستر، فكأنها لابسة وهي في الحقيقة عريانة. وده اللي احنا بنشوفه حوالينا، لبس بيتقال عليه موضة لكنه في الحقيقة نوع من انواع نزع الحياء والدين. مائلات مميلات، يعني بتميل في مشيتها وفي كلامها وفي حركتها، بتفتن الرجال وتميل غيرها من البنات انها تقلدها وتبقى قدوة في الفتنة مش في الطاعة. انا مش داخل اهاجمك ولا جاي اتكلم عن لبسك، بس انا جاي اقولك انتي مش المذنبة الوحيدة، لكنك بقيتي ضحية لخطة اكبر منك. خطة الشيطان نجحت في نقطة واحدة، انه يخليكي تشوفي اللبس الضيق حرية ويخليكي تشوفي الحياء تخلف. ربنا بيقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. مش لازم تكوني ناوية الفتنة، كفاية انك سايبة الباب مفتوح للفتنة وبتمشي من خلالك. ما تكونيش جزء من الفتنة دي، واعرفي ان هيجي يوم وهتكوني لوحدك ومش هيتبقالك غير عملك وبس. كان معاك الفاتح، فتحت لك باب العقل والدور عليك تفتحه لحد تاني.